قبل ما ندخل على الصورة الرقمية والكاميرا اللي بقت من غير فيلم، خلينا نشوف السينما الصامتة. فاكر قبل كده لما فتحت فيديو قديم وملوش صوت؟ الناس زمان كانت بتتفرج على أفلام بدون صوت خالص، بس بالرغم من كده كانوا بيتأثروا جدا، بيضحكوا، بيعيطوا، بيتأثروا مع الشخصيات. السينما كانت صامتة، لكن الصورة كانت بتحكي كل حاجة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي قدروا يحكوا قصص من غير ما يتكلموا ولا كلمة. أيامها الأفلام كانت قصيرة جدا، كانت دقايق معدودة. الممثلين وقتها كانوا بيعملوا تعابير كبيرة جدا عشان الناس تفهم القصة من غير أي كلام. يعني كان لازم الحركة وتعابير الوش تتكلم بدل الكلام. الأفلام كانت أبيض وأسود، وأحيانا كانوا بيلونوها علشان يضيفوا شوية رومانسية ودراما. أما الموسيقى فكانت جزء أساسي، البيانو أو أوركسترا صغير بيعزف على حسب أحداث الفيلم. أشهر صناع السينما الصامتة وقتها طبعا تشارلي شابلن الكوميديان المعروف، وكمان جورج مليس. يعني بالرغم من مفيش صوت، لكن الصورة والحركة كانت كفيلة إنها توصل المشاعر لكل الناس. التعبير كله كان بالإيماءات والحركة، ولازم الحركة تكون واضحة علشان المشاهد يفهم. الإضاءة، الزاوية، حركة الكاميرا كانوا كلهم مهمين. أي غلطة فيهم كانت تخرب الفيلم كله. وليه السينما الصامتة مهمة لحد دلوقتي؟ لأنها علمت المخرجين والمصورين يستخدموا الصور للتعبير بدون كلام. كل مهارات الإضاءة والزوايا والحركة اللي احنا شايفينها دلوقتي ظهرت من التجربة دي، وده كان أساس كل التطورات اللي بعد كده، زي السينما الناطقة والأفلام الملونة والكاميرات الرقمية. السينما الصامتة علمتنا درس مهم جدا، إن لو الصورة اتظبطت صح تقدر تحكي كل حاجة من غير ما تتكلم. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أول فيلم ناطق، وإزاي الصوت غير كل قواعد السينما. سلام.